لفت نظري تطبيق ديم. لو مهتم بأخبار تطبيقات، وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب، اشترك في القناة. ديم هو تطبيق مفروض ان انت بتدخل الفيزا بتاعتك عليه، وبعد كده كل مشترياتك اللي بتتم بتظهر لك عليه مشترياتك كاملة. يعني بتعرف انت صرفت في ايه، بدل ما انت بتقعد تبص على الموبايل رسالة خصم من الكريدت، رسالة خصم من الكريدت. لا، ديم بيبقى ظاهر لك كل معاملاتك وكل اللي عملته طول اليوم او طول الشهر. كمان بيديك كاش اب على فنادق واوتيلات ورحلات طيران عن طريق اللي انت بتشتري او بتدفع عن طريق ديم، فبيبقى المعاملة عن طريقهم هم. فبيبقى في كاش اب او مبلغ يعني هدايا وجوائز عشان تقدر تكمل معانا يعني. المشكلة الأكبر بقى في التطبيق إن هو فيه أعطال كتيرة بالنسبة للعملاء، وهو في دولة الإمارات، واغلب الوقت مفيش حل للمشكله من عن طريق التطبيق. لازم تتصل بخدمه العملاء، ورغم اتصالك بخدمه العملاء وابعاتك سكرين شوت بايميل واتنين وتلاته، ان المشكله بتظل قائمه ما بتتحلش. اللي حرق دمي بقى من التطبيق ان التطبيق واخد 5 من 5 تقييمات. هنا تبص، 5 نجوم، 491. خش بقى على التطبيق او على التعليقات، 1 نجمة واحدة، نجمة واحدة، زفت. خش على بقى التعليقات، زفت، زفتين، زفت 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 زفت. انت ازاي واخد 5 نجوم وكل الناس دي كاتبة؟ انت مهكر البلاي ستور ولا عامل ايه عشان تاخد التقييمات ديت في دولة الامارات، وتخلي الناس تخش على الابليكيشن وتشترك، وانت تكسب من وراهم طول ما انت هم شغالين على بيشتروا من الفيزا بتاعتهم، انت عمال تكسب من وراهم. ايه ده؟ نصيحة مني ما حدش يحمل التطبيق، لان التطبيق سيء جدا وغير مفيد. وبما انهم هكروا التعليقات بتاع الناس، فممكن يهكروا بياناتكم وحساباتكم الشخصية بتاع الفيزا والماستر كارد. شير ولايك وسبسكرايب لو ما كنتش تعرف التطبيق، وحذر غيرك منه.